السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم شويه فراوله، 2 كيلو فراوله، وهنعمل مع بعض مربى الفراوله. مربى سهله وبسيطه خالص. جبت لكم سر بقى من اسرار الشركات، ازاي بيعملوا الفراوله وازاي بيعملوا لها السيرم اللي بيمسكها وبتبقى ما شاء الله جميله. جبنا الفراوله بتاعتنا، غسلناها غسله كويسه قوي، نقعناها وغسلناها صفيناها، وهنبتدي اهي بصوا نقطعها. يلا بينا. هنشيل بقى القمع ده اهو كده ونقطع، يعني نقطع على 4 مثلا، على 5 اهو بالمنظر ده اهو. بصوا طريقة سهلة خالص اهو، مش هتاخد معاكم وقت اصلا. وكده خلاص قطعنا الفراولة بتاعتنا، ويلا بينا بقى نحطها على النار. وهننزل بالفراولة بتاعتنا اهي كلها كده تمام. لكل كيلو فراولة كوباية سكر، يبقى احنا حطينا لكل كيلو فراولة كوباية سكر. وهنعصر عصرة نص ليمونة. ولكل كيلو فراولة معلقة نشا كبيرة اهي. وهنقلب كل ده كده في بعضه. وكده خلاص حطينا لكل كيلو فراولة كوباية سكر، وعصرنا نص ليمونة، وحطينا معلقة نشا، وهنبتدي نولع عليها النار كده خلاص. وهنوطي عليها ونغطي، غطينا وهنوطي النار اهي، ولا هنلاقيها بقى تفور ولا حاجة خالص، هي نص ساعة وهنطفي عليها. وكده خلاص المربى بتاعتنا اهي جاهزة. بصوا انا عايزة اوريكم قوامها، بصوا تقيلة ازاي، بصوا اهي بسم الله ما شاء الله جميلة. ولسه كمان لما هتخش التلاجة هتسقع، هتتقل اكتر اهو. دلوقتي بقى نعبيها، وادي البرطمانات، ادي بقى ايه نغرف كده واحدة واحدة اهي. هنغرف بقى وكده خلاص. ادي المربى، بصوا عبينا المربى بتاعتنا، عملت لنا 3 برطمانات اهم حلوين، ده ناقص بس شويه اهو. يا ريت تعملوها، جربوا تحطوا نفس المقادير اللي انا حطيتها، بجد هتطلع جميله. هي تقلت ولسه كمان، بصوا لسه كمان لما تتحط في التلاجة هتتقل اكتر، بس هي لسه سخنه شويه، فمش هندخلها التلاجة الا لما تبرد خالص، تبرد خالص، وبعدين ندخلها التلاجة ونغطيها علشان ما تعملش ميه. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، واستعملوا نفس المقادير اللي انا استعملتها بالظبط، بجد هتطلع معاكم جميلة، ولا هتقعد تغلي بقى وتفور وتتقلب على البوتاجاز طبعا زي ما اختي كانت عاملاها واتقلبت منها. فجربوها بقى وقولوا لي ايه رأيكم فيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.